المثل يقول كيد الرجال كيدين وكيد النساء 16. المثل هذا ينطبق على قصة اليوم، ينطبق على فريد أوستريتش وزوجته دولي. فريد ودولي متزوجين منذ سنة 1910، وكان فريد من الأثرياء حيث كان يسكن هو وزوجته في قصر فخم في بيفرلي هيلز. وفي ليلة 22 أوت 1922 سمع الجيران صوت إطلاق نار جاي من ناحية قصر فريد. خرجوا يجريوا، كي وصلوا للدار يلقاو فوضى عارمة والدنيا مقلوبة، والأهم من هذا لقاو جثة فريد على الأرض وبجنبها 3 رصاصات من عيار 25. للي ما يعرفنيش، أنا حميد زغدودي، نتبع القضايا ونحكي على أسرارها، وإذا يعجبك المحتوى هذا تبعني. بعد دقائق من وصول الجيران جاءت الشرطة وبدأت معاينة مكان الجريمة، وهما هكاك ويسمعوا في صوت استغاثة جاي من الطابق الثاني. طلعوا للطابق الثاني وتبعوا الصوت، لقوه خارج من خزانة في غرفة نوم فريد. سألوا شكون اللي وصل الخزانة، جاوبتهم مرا وقالت لهم أنا دولي زوجة فريد. لوجوا على المفتاح وحلوا الخزانة وإلا كسروها راني قريب نتخنق. هما هكاك وجاء واحد من أفراد الشرطة قال لقيت مفتاح في بيت أخرى، كي جربوا المفتاح على الخزانة اتحلت. أثناء معاينة مكان الجريمة ظهر إنه منقالة فريد مفقودة، وكانت المنقالة غالية برشا، لكن ما فما حتى شيء آخر مفقود، حتى الفلوس والمجوهرات ما زالت في بلاصتها ما تمسدش. بعد ما تمت المعاينة والتأكد من سلامة دولي بدأت التحقيق في القضية وبدأت الاستجوابات. بدأوا بدولي وسألوها على اللي صار ليلة الحادث، قالت إنها تعاركت هي وراجلها وطلعت للطابق الثاني وخلت رجلها في الطابق الأول، وكانت تحضر في حوايج النوم باش تبدل حوايجها وترقد. وفجأة دخل عليها واحد شدد مسدس وأجبرها إنها تدخل الخزانة وسكر عليها. في نفس الوقت سمعت صوت إطلاق نار جاي من الطابق الأول، وكي سمعت صوت الكرتوش التزمت الهدوء والصمت خوفا على حياتها. حتى سمعت صوت سيارات الشرطة وبرشا حس، عرفت إنه العباد تلموا على اللي صار وبدأت تعيط حتى جات الشرطة وخرجتها. وكي سألوها علاش تعاركتوا قالت لهم إنهم ديما يتعاركوا، خاطر ديما يروح سكران ويبدأ يشري في المشاكل على أقل حاجة. بعد الكلام هذا المحققين افترضوا انه اذا كان كلام دولي صحيح فانه الفاعل اكثر من شخص، بما انه كان ادخال دولي في الخزانة واطلاق النار تقريبا في نفس الوقت. لكن اذا كان كلام دولي غلط يعني انها هي اللي قتلته، اما كيفاش نجم تقتل راجلها وتطلع للطابق الثاني وتسكر على روحها الخزانة من الخارج وترمي المفتاح في غرفة اخرى؟ بدأت الشكوك تحوم حول دولي، بما انها ديما تتعارك هي وراجلها معناها يمكن يكون عندها حبيب في السر. لكن سرعان ما تنحات الشكوك هذه، خاطر كيف سألوا الجيران قالوا إنه صحيح ديما يسمعوا العرك بين دولي وراجلها، لكن عمرهم ما شافوها مع واحد غير راجلها، وكانت ديما وحدها في جنينة أو إنها في دار. بعد استجواب دولي والجيران مشاو المحققين سألوا معارف فريد، وبما إنه كان عنده معمل خياطة مشاو زاد يسألوا في العمال، اللي أكدوا للشرطة إنه فريد كان رجل طيب ومدير يحتذى به، وحسب علمهم ما عنده حتى عداوة مع حتى واحد. بعد مدة من التحقيق الشرطة ما وصلت لشيء، كل البيبان كانت مسكر، لكن خلوا القضية مفتوحة لعل يجي نهار ويوصلوا الخيط باهي يوصلهم للقاتل. ومن هنا باش تبدأ الإثارة، لذا ركزوا معايا برشا باش تشوفوا حاجة غريبة وعجيب. بعد ما بدأت القضية تبرد انتقل دولي إلى منزل جديد في لوس أنجلوس، وكانت ما تزال على تواصل مع هيرمان شابيرو، وهو الشخص القائم على معمل الخياطة بعد وفاة فريد. ومع مرور الوقت اتطورت العلاقة بيناتهم وولات قصة حب، لكن سرعان ما قلقت منه، وتعرفت على واحد آخر اسمه روي كلوم اللي عملته حبيب زادة، وولات مصوحبة زوز في نفس الوقت وعايشة حياتها طول وعرض. وفي الأثناء كان فما شرطي اسمه كلاين ما عجبتوش حكاية دولي فيما يخص الجريمة، على هذا كان كل مرة يسقس عليها وعلى أخبارها، وأحيانا يقعد هو بيدو يراقبها. نهار الشرطي كلاين هز روحه ومشى قابل هيرمان اللي قلنا هو قائم على المعمل في بلاصة رجلها. وأثناء الحديث كلاين شاف اللي هيرمان لابس منقالة نفس أوصاف المنقالة اللي تسرقت من بيت دولي، وكيف سألوا عليها قالوا اللي دولي عطتها له هدية. كلاين خرج من عند هيرمان ومشى لدار دولي وسألها على المنقالة، قالت له اللي بعد الجريمة كي جت تنظف في الدار لقاتها في الصالة تحت مخد، وقالت اللي نسيت باش تقول للشرطة إنها لقاتها، خاصة مع الحزن اللي كانت عايشة فيه. الكلام هذا ما دخلش راس كلاين، وعرف اللي فما حاجة مش عادية في الموضوع، ومشى سرب خبر للصحافة باش تنشر أخبار المنقالة وقصة حب بين دولي وهيرمان. وكي شاف روي صديق دولي الثاني كي شاف الأخبار وعرف إنه دولي مسوعبة واحد آخر، حب ينتقم منها ومشى لمركز الشرطة وقال لهم إنه دولي عطاته مسدس وقالت له أرميه ولا تصرف فيه، وهزم للبلاصة اللي رمى فيها المسدس.
هنا القضية عودت حيرت من جديد، وأصاب على الاتهام اتجهت لدولي، وفي عام 1923 تم القبض على دولي بتهمة القتل، لكن للأسف ما فماش دليل واضح ضدها. الدليل الوحيد إن المسدس اللي أعطته لصاحبها روي كان عيار 25، نفس عيار سلاح الجريمة، وبالطبيعة دولي أنكرت الجريمة وقالت إن المسدس متاعي وحبيت نهديه لصاحبي. وتم إسقاط التهم على دولي وسيبوها تروح وسكروا القضية. بقات علاقة دولي وهيرمان تقريبا 7 سنين بعد ما سكروا القضية، وفي سنة 1930 علاقتهم بدأت تتوتر حتى تعاركوا كل واحد مشي على روح. وقتها هيرمان اتصل بالشرطة وقال لهم عندي كلام على قضية فريد نحب نقوله. وفي الحال مشاو لزوز الضباط وبداو يستجوبوا فيه. قال لهم اللي يعرف شكون قتل فريد واعطاهم اسمه وعنوانه، وعلى الفور بعثوا جابوه. الصدمة انهم اول مرة يشوفوه، حتى اسمه في القضية ما تجبدش لا من قريب ولا من بعيد. كي بداو يستجوبوا فيه قال لهم اسمي اوتو سان هيوبر، حكايتي بدات قبل الجريمة ب10 سنين تقريبا، من وقت كنت صغير ونخدم في المعمل مع فريد. في يوم من ايام 1913 كلمته لي رجلها قالت له عندي مشكلة في ماكينة الخياطة ابعث واحد يصلحها لي، وكانت عارفة انه فريد يثق فيا وباش يبعثني انا. وكي مشيت للدار نلقاها مزينة روحها وبدات تراود فيا وصار اللي صار. ومن وقتها ولينا نتقابلوا في الفنادق في السر، لكن الوضع هذا اختير عليها. على هذاك عملت لي مكان في العلية متاع البيت، وبطلت الخدمة وليت نسكن غادي. كي يمشي فريد للخدمة نهبط بحذاها، وكي يرجع للدار نطلع للعلية ونركش. بعد مدة فريد انتقل لمنزل جديد، وكالعادة عملت لي دوري غرفة في العلية. وفي ظرف 5 سنين انتقلنا 5 مرات، وكل بيت تعمل لي فيه دولي غرفة سرية، وبقيت عايش معاهم 10 سنين. ليلة الجريمة كنت في بيت اللي عملتها لي دولي، نسمع في فريد يعيط ويصيح وكان سكران أعمى، ومن خوفي عليها هزيت المسدس وهبطت، وأول ما شفته ضربته 3 رصاصات. ومشات دولي طيحت وكسرت بعض أثاث البيت، وقالت لي سكر عليها في الخزانة وارمي المفتاح في بيت أخرى، وبعدها رجعت البيت قبل ما يوصل الجيران. وكيف انتم اعتقلتوا دولي اعطت المفتاح لهيرمان وقالت له لازمك تمشي للدار تهز ماكل للخوية وتلقاه في العلية انا ظاهر فيا مطول هنا. وبالطبيعة هيرمان ما جدتش عليه الحكاية وبدا يقرر فيا حتى اعترفت بكل شيء. وقتها هيرمان قال لي احسب ما صار شيء وبرا ما عاش نحبك تظهر في حياة دولي جملة. وهكا بقات الحكاية قريب 8 سنين ما تكشفتش حتى تعارك هيرمان ودولي، وانا توا قدامكم نعترف بكل شيء، تهمة التآمر والقتل. لكن حسب بعض المصادر فإنه جميع التهم أسقطت حسب قانون التقادم في الوقت ذاك، خاطر القضية عندها أكثر من 10. وإذا وصلت للنهاية ما تنساش تشترك في القناة وتضغط اللايك وتفعل زر الإشعارات باش يوصلك كل جديد. والسلام.